يا مساء الفل عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. من الوصفات الحلوة جدا جدا اللي انا بحبها وهي الكيك. الكيكة ليها طرق كتير وحاجات كتير، بس في كل طريقة منها او كل وصفة بتتقدم بيها بتكون طبعا حلوة، مفيش احلى ولا اجمل منها. وخصوصا بقى لما تبقى الوصفة بتاعت النهاردة سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقولك هتعمليها زي ما انت شايفة كده، ربنا يبارك، ارتفاع تحفة تجنن قوي، سر اللون بتاعها والتسوية. وعايزة اقولك هنعملها النهاردة كمان مع بعض في الخلاط بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ازاي ما تلزقش منك في الصينية، وكمان وشها ما يشققش او تهبط منك، وحاجات كده كتير هنتكلم عليها النهاردة. كيكة النهاردة لا هي ب10 بيضات ولا ب6 بيضات ولا حتى ب5 بيضات. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة سهلة جدا وسريعة، زي ما انتوا شايفين تحفة كده جدا وهشة وارتفاعها هيجنن. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديوهات اللي فاتت للفيديو ده. وزي ما انتوا شايفين كده راجعين مع بعض بوصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل مع بعض او قدمنا مع بعض وصفة الكيكة الحلوة. طبعا بقالي كتير قوي منزلتش معاكم فيديوهات، بس يلا الحمد لله على كل حال رجعنا تاني، وطبعا بفيديوهاتنا الحلوة والسهلة والبسيطة. وزي ما انتوا شايفين كده هنعمل او عملنا مع بعض الكيكة التحفة الجميلة جدا اللي انا دايما بحبها قوي، ودايما بحب اعملها لانها بتبقى سهلة جدا وبسيطة. وعايزة اقولك بقى مع كوباية شاي وحاجات كده كتير. طولت عليكم المقدمة. لو اول مرة بتشوفيني انا ايمان ودي قناتي، يسعدني ويشرفني انضمامك ليا، وكمان تعليق حلو كده منك واعجاب على الفيديو لو عجبتك الكيكة العسل، اللي طبعا هشة جدا ومرتفعة جدا وطرية واسفنجية جدا ولونها خطير. النهاردة هنعمل مع بعض الصينية الحلوة دي ب4 حبايات من البيض بس، جميلة جدا وسهلة وبسيطة. لو عجبك الفيديو بتاع النهاردة، طولت عليك المقدمة قوي، يلا بينا نشوف مع بعض مكوناتنا وطريقة التحضير. وانا النهاردة هشتغل بمقدار ونص بس، بمقدار ونص من الكيك. لو انت حابة تعملي مقدار واحد خليكي معايا. طيب زي ما قلت لكم كده انا النهارده هعمل مقدار ونص من الكيك زي ما انت شايفه كده. او عشان تظبطي الكيكه معاكي قوي تبقى طالعه مظبوطه معاكي، يبقى لازم نلتزم بالمقادير او المعايير اللي هي الكوبايه اللي احنا هنشتغل بيها. يعني ما ينفعش ان انا اعمل اللبن بكوبايه، السكر بكوبايه، السمنه بكوبايه، الدقيق بكوبايه. اول حاجه نزلت بربع معلقه من الفانيليا على 4 حبايات من البيض عشان ما نساهمش، فانيليا سايلة او فانيليا بودر، وهي دي الكوباية اللي انا بتكلم عنها، تبقى المعيار بتاعنا واحد بس. طيب هنشوف المقادير بتاعتنا. هنا عندي كده 4 كوبايات ونص من الدقيق منخول. طبعا زي ما قلت لكم انا هعمل مقدار ونص من الدقيق بنفس المج، 4 ونص دقيق. لو انت هتعملي مقدار واحد بس هتحطي 3 كوبايات من الدقيق، لان الكيكة بتاعتنا بتبقى 3 كوبايات او المقدار بياخد 3 كوبايات. فانا 4 ونص ضفت عليهم 1 بيكنج باودر كامل بالشكل ده وقلبته. وهي اول حاجة هبدأ بيها المكونات الجافة، تمام زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنركنها كده مع بعضينا وهنشوف باقي المكونات بتاعتنا. وطبعا هنشتغل بالخلاط النهاردة مع بعض على طول. خلاص يلا بينا. طيب نشوف مقاديرنا. انا للمقدار ونص زي ما قلت لكم مستعمله 4 اكواب ونص من الدقيق. عندي هنا 4 حبايات من البيض، هضيف عليهم برضو 2 فانيليا البرتقال. لو ما عندكيش خلاص ما فيش اي مشكله، لو مش متوفر عندك لو متوفر عندك زي كده تمام زي الفل حطيهم، لانه بيعزز معاكي اللون والطعم حلو جدا جدا. فانيليا البرتقال انا بحبها جدا على البسكوتات وعلى الحلويات، بحبها قوي. الفيديو بتاعنا مش اكتر من 9 دقايق بالظبط و13 ثانيه. خلاص هنا عندي كوباية ونص من اللبن، عندي كوباية ونص من السمنة على الزيت، وناخد بالنا ان ما يكونش ريحة الزيت وحش. عندي 3 اكواب من السكر بنفس المج. طيب لو انا هعمل مقدار واحد بس يا ايمان، بحط حبايتين من البيض، كوباية لبن، كوباية سمنة على زيت عفوا، بحط كوبايتين من السكر، 3 كوبايات بالظبط من الدقيق، 2 فانيليا، 1 بيكنج باودر طبعا ما ننساهوش. جبت عندي الخلاط وهنزل بكل المقادير عندي ما عدا الدقيق، هنزل بالسكر واللبن والبيض والسمنة على الزيت. ايه فايدة السمنة على الزيت؟ فايدة ان السمنة على الزيت، الزيت بيديكي آه الكيكة بتبقى طرية معاكي كده وحلوة، والسمنة بتديها طعم حلو. خلاص
بتبقى عاملة زي النايتي كده، بجد بتبقى الكيكة عاملة زي النايتي. نزلنا بكل المقادير بتاعتنا مرة واحدة، وهاخدهم على الخلاط، هضربهم ضرب مبرح لغاية ما يعمل عندنا كده قوام كده عامل زي الكريمي، قوام الخليط بتاع الكيك اللي انتوا عارفينه. وبعد كده طبعا ضربت الخليط بتاعي حلو جدا في الخلاط. جبت عندي مقاس الصينية دي 35 في 35 مربعة، ده يعني دهنتها الأول بالسمنة حلو جدا، وبعدين بطنتها بدقيق. هي دي بقى الخطوة اللي ما بتخليش الكيك يلزق معايا خالص خالص خالص. طبعا لو فيها أي رواسب دقيق ولا حاجة أبدأ أفضيها علشان ما يبقاش مكلكع معايا، وما يبقاش كمان في طبقة وحشة في الكيك من تحت. يعني ما خليش أي شوية دقيق زي اللي أنا بتكلم عنهم دول، ننفض خالص، ننفض الصينية. لو فيها اي فتفوت دي زي كده نفضيها خالص، بس تبقى يعني يا دوبك. وبعد كده نزلنا طبعا بالخليط. في الوقت ده انا كنت مولعه عندي الفرن، لان انا لازم اسخن الفرن جدا قبل ما احط الكيك عشان ما تهبطش معايا لو انا حطيتها على البارد. وبعد كده بدأت بقلب بالشكل ده. انا عارفه ان الخليط بتاعي هياخد ال4 كوبايات ونص كلهم من دي، عشان كده انا حطيت ال4 ونص ونزلت بالخليط السائل كله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. خلاص اهو، وهبدأ اقلب الخليط بتاعنا. انا عملت الكيك موجود كتير قوي عندي على القناة. عملت كيك ببيضة واحدة، عملت كيك بصوص الشوكولاتة حلو جدا برضو، بحباية من البيض برضو حلو جدا. هسيب لكم المقادير بتاعتهم في صندوق الوصف. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسونيش كده في تعليق منك، وكمان اعجاب على الفيديو علشان يوصلكم مني كل جديد. وهنبدأ نقلب كده بشويش علشان الدقيق طبعا ايه ما يطلعش مننا لبره، وكمان الخليط ما يطلعش بره ومبهدل الدنيا. وكمان لازم نقلب حلو جدا بحيث ان الدقيق كله ما بقاش فيه حاجه مكلكعه، لان لو في حاجه مكلكعه لما تسوي الكيك هيطلع معاكي كور الدقيق جوه العجينه. فقلنا الفرن بتسخن قبل ما نبدا ان احنا يعني اول ما بدات اضرب الكيكه سخنت الفرن. بسخنها على كام؟ بسخنها على 160 في الشبكه، بخلي الشبكه في النص، وبولع الفرن على 160 لغايه ما تسخن جدا جدا، وبعدين بدخل الكيك على طول. ما ينفعش خالص ان انا احط الكيكه على فرن بارده، ما ينفعش. طيب ايه اللي بيهبط معايا الكيك؟ اللي بيهبط معايا الكيك ان انا كل شويه بفتح عليه. لو معاكي ساعه او منبه او حاجه، الكيكه بالظبط بتاخد في الفرن 40 دقيقه بالظبط، 40 دقيقه. ممكن بعد 20 تفتحي تلفي الصينيه. يعني انا عندي البوتاجاز بتاعي واخد بميل شويه، فتحسوا ان الحاجه دايما عندي يعني بتطلع جنب عالي وجنب ايه يعني هبطان، عشان الفرن عندي مايل شويه. فبضطر بعد 20 دقيقه بالظبط بفتح على الكيكه الفها الناحيه التانية. خلاص قلبنا الخليط بتاعنا كله بالشكل ده، وتأكدنا انه مفيش اي كلاكيع فيه خالص زي ما انتوا شايفين. وبعدين بنصبه كده كله في الصينية مرة واحدة. زي ما قلت لكم بتاخد بالظبط 40 دقيقة في الفرن درجة حرارة 160. بعد 20 دقيقة افتحي. طب الكيكة طبعا خلاص تماسكت. ممكن تلفي الصينية كمان. في ناس عندها بيبقى الفرن جنب عالي وجنب واطي. في حد سألني قبل كده قال لي ينفع اولع الشوايه؟ لا، الشوايه ما بتتولعش على الكيك خالص يا جماعه، بيبقى فرن تحت بس. يعني انا كويس ان انا افتكرت. في واحده قالت لي ينفع اولع الفرن والشوايه؟ قلت لها لا، الشوايه ما بتتولعش على الكيك خالص، الفرن بتتولع تحت بس. خلاص على 160 لمده 40 دقيقه، وهنرجع مع بعض نشوف الصينيه اللي زي العسل بتاعتنا دي طلعت معانا ازاي. يلا بينا. وده كده بيكون شكل الكيكة بتاعتنا العسل الجميلة زي ما انتوا شايفين. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم وكنا لإعجابكم، وما يكونش ضيفة تقيلة على قلوبكم. امين يا رب. واشوفكم على خير ووصفة جديدة وفيديو جديد. وعايزة منكم دعوة حلوة في التعليقات لاخويا وبنتي. ربنا يا رب يسعد ايامهم ويسعد قلوبهم، امين يا رب. اخويا وبنتي، سلام.